بسم الله الرحمن الرحيم. كيف جاتنا فكرة إنشاء مجموعة 8 ماي؟ كيفاش فكرنا أن الجزائر بحاجة إلى ثورة؟ طبعا ثورة سلمية تجيب لنا تغيير جذري. تقليد؟ ما نظنش أن الجزائري مقلد. الجزائري دائما من يحب يدير حاجة يديرها بنكهة جزائرية خاصة وخالصة. احنا شباب جزائريين كيفنا كيفكم، مثل كل شرائح المجتمع من كل المناطق. عرفنا وش راه ثوري، عرفنا الحكاية، حكاية بلاد ضحوا على جالها الرجال يحكموها الحركة. عرفنا بلي الرجال قتلوهم الحركة وهم راهم يحكموا كما العقيد شعباني والأمثلة بزاف. عرفنا بلي اللي كانوا يذبحوا الجزائريين في العشرية السوداء هم ولاد فرنسا. عرفنا بلي النساء اللي اغتصبوا في العشرية السوداء باسم الإرهاب كانوا من طرف ولاد فرنسا. عرفنا بلي 20,000 جزائري مختطف، ما نقولوش مفقود، اختطفوا ولاد فرنسا. عرفنا بلي الناس اللي تعذبوا في المعتقلات تعذبوا بأوامر وبأيادي ولاد فرنسا كما خالد بن زار. عرفنا بلي كل جزائري محظور مقمور ما لاقيش ياكل. النساء اللي راهو نشوفوهم في الصور وفي الواقع ياكلوا من المزابل حقهم راهم كاينين ولاد فرنسا. شفنا هولندا وهو يزور الجزائر. تبعوا معي المنظر، هولندا سيد الموكب وبوتفليقة ماشي موراه حاشية وجزائريين مصفوفين منا ومن هزين على فرنسا ويبوسوا في اليدين. وسيد قال لك ما جيتش نعتذر. سيد كان جاي باش برك يطمن بلي راه يفتحوا له الاجواء مليح باش يضرب الشعب الشقيق المالي. لما نهضروا على الناتو وامريكا قال لك دبلوماسيه او عرف الدبلوماسيه. طيب عرف الدبلوماسيه مالي تاني نطلبوا من هولندا يستقبل بوتفليقة بنفس الطريقه ويلم الفرنساويين في الشوارع يهزوا اعلام الجزائر ويبوسوا يدي بوتفليقة. هذول عرف الدبلوماسيه النديه. طلبوا تاني وزير الخارجية الفرنسي يجي يمثل أمام البرلمان ويعتبر أو يعتذر عن جرائم فرنسا، لأن احنا يا مدرسي تاعنا المدنس قال لهم بلي الثورة تاعنا خطأ في مجرى التاريخ. سيادتنا الوطنية وين راهي؟ أجواءنا مفتوحة لفرنسا، جنوبنا مفتوح لأمريكا. والجزائري لو خرج هز لافتة بسلمية يقول باغي نسكن أو باغي ناكل أو باغي نشرب أو باغي نخدم أي مطلب يقمع ويضرب ويسجن ويتبعه قضائيا ويتسب ويتهان. إذا انتم راكم شايفينها بلي وضع عادي، احنا مش فيناش عادي. إذا انتم راكم قابلين بلي الجزائر اللي ضحوا على جالها الرجال شهداء يحكموها الحركة، احنا ماناش قابلين. احنا في 8 ماي قررنا نكملوا للتو اجدادنا في 1 نوفمبر 54. ما نطلبوا من هذا النظام لا سكنة لا خدمة لا ماكلة لا شراب، لأننا ما نعترفوش به. احنا ما ندوروش على جال كوشنا، احنا ندوروا على جال الجزائر وسيادتها وما راحش ندراجعوا. قولوا لهم لا، ضربي أنا أو فلان أو علان، اعتقالنا أو حتى قتلنا ما راحش يوقف القضية، لأن الجزائريين رجال ونساء ما راحش يسكتوا لكم. كلمة أخيرة نقولها، اللي حاب ينضم لنا مرحبا به، راح يكون عارف يكون مستعد للتضحية. تحية الجزائر.